لما بتموت أمك ينادي مناد من السماء: ماتت من كنا نكرمك من أجلها. تعرف ليه؟ لأنك أنت كنت بتعطف عليها، لأنك أنت كنت قريب منها، فكان ربنا بيكرمك عشان خاطر كده. كان بيكرمك بيحل لك مشاكلك ما تحسش بمشاكل حواليك، كان بيزود رزقك عشان خاطرها، كان بيبارك لك في رزقك وفي أولادك لأنك كنت قريب منها، وكانت راضية عنك. سواء كده أو كده هي دايما بتكون راضية عنك، حتى لو عملت البدع فهي أمك. فلما بتموت بينادي مناد من السماء: ماتت من كنا نكرمك من أجلها. يعني خلي بالك من نفسك بقى يا حبيبي، واعمل بقى لنفسك، وخلي بالك احنا ما عندناش هنكرمك عشان حد، عملك بس هو اللي هنكرمك عشان. أما بقى لما بيموت أبوك بيسموك يتيم، بيسموك يتيم لأن هو كان اللي بيقويك وبيحميك، وكانت الناس بتعمل لك حساب عشان خاطره. أيوه، أيوه، الناس كانت بتقول عشان خاطر أبوك تغلط يسامحوك عشان أبوك، رغم إن أنت ممكن تكون عاقل أبوك، لكن برضه هم عشان خاطر أبوك كانوا بيسامحوك. هم المفروض يعاملوك على إنك يتيم، زي ربنا ما بيقول: أما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. لكن أنت بتستحق إن هم يقهروك لأنك أنت كنت أبوك كان غضبان عليك، ويا ويلك بعد كنت أبوك يغضب عليك، يا ويلك من غضبه ده بعد ما تموت. ما عادش حد هيسامحك، ما عادش حد هيسامحك ولا يعمل لك حساب. اغتنم فرصة وجود أبوك في حياتك، وإن هو يموت وإنت موجود، عشان خاطر يموت وهو راضي عنك. يا ويلك، يا ويلك، ويا ويلك انت كمان ان ابوكم يموت وهو غضبان عليكم. اعمل لنفسك ما تعملش لغيرك.